يا صباح الخير والهنا والسعادة. قولوا لي بقى كده، استعدتوا نشاطكم كده وحيويتكم بعد رمضان والعيد؟ الحمد لله يعني عدى وقت كافي هو، وداخلين كمان على أعياد الربيع. كل عام وكل إخواتنا المسيحيين بألف خير وصحة وأعياد سعيدة كده عليهم يا رب. النهارده بقى هنقضي مع بعض يوم كده جميل ومميز. هبدأه معاكم بمشتريات جبتها مؤخرا، وفي اخر الفيديو ما تنسوش تستنوا لاخر الفيديو علشان كان في حاجه انا جبتها كان نفسي فيها بصراحه من فتره، ومبسوطه قوي ان انا جبتها واول مره اتعامل مع البراند ده، فحبيت ان انا اقول لكم عليه. ان شاء الله هتشوفوا في اخر الفيديو. اما بقى الحاجات اللي جبتها دي كنت قريبه من ايكيا، وبعدين قلت اروح كده، بحب اروح قسم ازاز اللي موجود هناك في الدور الارضي عندهم. فلقيت فيه هناك عاملين، يعني شايفين ده كان اللي هو الكفر بتاع اللحاف ده، تقريبا مقاس مترين في متر ونص، فمقاسه حلو جدا ومناسب قوي للسرير الولاد عندي. ولون القماشه كان روعه بصراحه، والخامه بتاعتها كتان كده ناعم، فبصراحه عجبتني قوي. والمفاجاه الاكتر بالنسبه لي كانت سعره، واتفاجئت بصراحه لما لقيت سعره نازل من 1300 زي ما وريتكم في الريسيت بتاعه ل 140 جنيه بس. انتم مصدقين؟ انا برضو ما صدقتش كده. فما فيهوش اي حاجه يا جماعه، يعني جديد تماما وشكله حلو جدا، والقماشه بتاعته روعه روعه بجد، يعني عجبني قوي. وكان نفسي كمان يكون في واحد زيه نفس اللون، فطبعا جبته على طول من غير تردد. وجبت كمان الكفر بتاع الكوشنز ده برضو نفس الحكايه، ده كان سعره 80 جنيه بعد الديسكاونت. وفي قلاب كده كبير بحيث ان انت تحطي جواه الكوشنز بتاعتك، يعني ما تفكش منه خالص. وكان فيه عليه ورده كده معموله هاند ميد. ومجموعه الالوان اللي فيه دي بقى هي اللي شدتني قوي، فمجموعة ألوان مختلفة ومميزة وحلوة قوي، اللي هو تليق على أي حاجة عندك، أيا كان لون الأوضة عندك أو لون الريسبشن، على حسب انت هتحطيه فين. هتحسي انها بتليق. المربعات دي بصوا ألوانها عاملة ازاي، أنا بصراحة جايباها عشان أحطها على الفوتيه عندي في أوضة النوم، مش هنا في الريسبشن خالص، لأن الألوان هنا مش متناسبة معاه. لكن في أوضة النوم عندي هتليق جدا على الديزاين بتاع الأوضة والألوان اللي فيها. فبصراحه كان حلو قوي، كانت قماشته كتان برضو من الحاجات اللي عجبتني قوي هناك. فدي كانت المشتريات اللي انا جبتها من هناك، الحاجتين دول بس. يعني انا مش بجيب حاجات كتير من ايكيا غير لو كنت بقالي فتره مش بروح وفي حاجات انا محتاجاها، فتلاقوني عامله لكم بيها فيديو مشتريات خاص لوحده خالص. طبعا انتوا فاكرين الكوشنز دي كمان انا كنت جايباها في فيديو قبل كده ومصورها معاكم، وقلت لكم هسيبها خالص مش هفرشها غير لما اوريكم ونصور مع بعض. فطلعتها كده، قلت خلاص بقى اشيل بقى الكوشنز اللي هي القطيفه دي، بما ان خلاص الشتاء بقى خلص. وفي نفس الوقت تغيير برضو كده لشكل الريسبشن عندي. دي كانت من الحاجات الترندي قوي اللي كانت موجوده في ايكيا لو انتوا عارفين. فبرضو دي انا كنت شارياها من هناك. وكانت برضو من الحاجات الحلوه قوي، ومشيتها جميله وفيها لون كده، عارفين تداخل الالوان الاخضر مع الجراي مع الروز الفاتح ده. فبصراحه كان شكلها لذيذ وحلو قوي. غيرت برضو شكل الايه الريسبشن عندي خالص. وحسيت ان هو بقى شكله كده ايه اهدى، بما ان احنا داخلين بقى على الربيع. فالالوان دي برضو قريب قوي هغير الكوشن الجراي دي. من وقت للتاني بحب كده اعمل تغيير في الحاجات دي، بتدي فعلا بهجة وروح مختلفة خالص للمكان. رتبت بقى الصالون وخلاص بقى دخلت على المطبخ. قلت بقى عشان خاطر الحق اعمل الغدا قبل ما الولاد يجوا من المدرسه. فدخلت كنت متبله من بالليل شرايح كده سكالوب كده، يعني معموله رفيعه علشان خاطر اوقات كتير يعني مش بعملها ستيك مشوي. انتوا عارفين ممكن تتعمل كذا حاجه، وساعات كنت بعملها بيكاتا برضو، كانت بتبقى حلوه قوي. بس المرة دي بقى هم كانوا طالبين شاورما، فحبيت ان انا اعمل لهم. اخدت بقى الشرايح اللي عندي دي وقطعتها بقى طبعا كده قطع رفيعة قوي عشان تبقى قريبة للشاورما. وفي طاسة بقى سخنة نزلت بيها طبعا على طول في شوية زيت كده في الطاسة. ولما بتبقى الطاسة سخنة قوي انتوا عارفين تحسوا انها بتاخد شوك كده، فبتاخد لون بسرعة وبيبقى طعمها كمان احلى كتير.
التتبيله بتاعت بالليل دي كمان نفعتني قوي، لانها خلت طعمها بصراحه جميل. يعني كانت بصراحه بتفرق جامد لما بتتبلي اللحمه من قبلها بيوم على الاقل في التلاجة. بس حطيتها على النار وكنت مجهزه بقى الخضار اللي هيتحط معاها، تشكيله كده جميله من الخضار، البصل بقى، فلفل الوان لو عندك، لو بتحبي تحطي طماطم، انا ساعات بحطه ساعات لا، فعلى حسب بقى بفضيها كده لوحدها. وبعدين بعد كده ببتدي بقى احط تشكيله الخضار دي على نفس الصوص اللي طلع كده من اللحمه، بحطه في الطاسه. وزي ما انت عايزه، زي ما قلت لك، اي حتى خضار موجود وفاضل عندك في البيت. انا حطيت، كان عندي قرنين فلفل كده حامي برضو حطيتهم. واهم مكونين بقى هتضيفيهم على الشاورما هو لازم فص توم على الاقل مع شويه خل، دي بقى اللي بتدي الطعم المميز كده لشاورما اللحمه وبتخليها فعلا في حته تانية. عايزه بقى تحطي لها انتي ماسترد، عايزه تحطي مايونيز، الحاجات دي كلها بقى اضافات من عندك. بس بصراحه الحاجات الاساسيه اللي بحس انها فعلا بتديني طعم الشاورما هو الخل والثوم. وبس خلاص كده بتكون خلاص استوت، ما بتاخدش اي وقت، لان شرايح اللحمه اوريدي رفيعه ومتبله من قبلها بليله، والخضار بيستوي بسرعه، فكل حاجه بتجهز معاكي على طول. خلصتها. وكان عندي العيش اللي هو يا اما عيش الشاورما يا اما عيش الكريب، بصراحه يعني الاتنين بينفعوا، بس هي الفكره في اللفه. اللفه انتوا عارفين بنلفها لفه الشاورما كده علشان تديكي الشكل السندوتشات بتاعت بره. طبعا. والطريقه بقى اللي انتوا عارفينها اللي انا حكيت لكم عليها قبل كده، دايما بعملها للولاد عشان اضحك عليهم كده، عشان اديهم البتنجان بالفوائد بتاعته. انتوا عارفين مش بياكلوه خالص، وبيتعبونا جدا عشان ياكلوا البتنجان، فدايما انا بحب اعمل لهم الطحينه بتاعتي الصحيه اللي انا بعملها، واخبلهم فيها البتنجان كده من غير ما يحسوا لا بطعم ولا اي حاجه. فبجد جربوا الموضوع ده، يعني هيفرق كتير. انتوا عارفين فوائد البتنجان كتير قوي طبعا، من الحاجات اللي بتبقى مليانه حديد ومليانه الياف مهمه قوي عشان الولاد. زي ما قلت لكم، جبت اهو العيش بتاع الشاورما جهزته، وحطيت البتنجان في الاير فراير، يعني اديته خرمته كده بالشوكه او السكينه، وسبته لغايه ما اتشوى خالص. طلع بصراحه كان يجنن وتحفه. واعتقد انا وريته لكم في فيديو في الاير فراير، مش عارفه وريت لكم ان انا بعمل فيه البتنجان ولا لا. انا عملت حاجات كتير معاكم في الفيديو المفصل عن الاير فراير، لو ما كنتش عملته اعتبروا بقى دي حاجه كمان زياده بنعملها فيها، من الحاجات الناجحه قوي، اللي هو تشوي فيها البتنجان من غير بقى ما نبهدل البوتاجاز او نبوظ طاسه عشان خاطر نشوي فيها البتنجان. لا، في الاير فراير بصراحه بيطلع حلو من غير اي بهدله. قشرتها كده على طول زي ما شفتوا، القشره بتطلع بمنتهى السهوله. وخدتها على طول على الكبه الصغيره بتاعه الهاند بلندر، حطيتها وحطيت معاها طحينه. يعني انت عشان ما يقلبش معاكي بابا غنوج قوي يعني، فانت بتعملي ايه؟ بتاخدي كميه بسيطه من البتنجان، يعني تاخدي بتنجانيه مثلا واحده وتحطي عليها الطحينه بتاعتك على حسب برضو عدد الافراد، وتزودي بقى الاضافات اللي بتحبيها، تزودي فص ثوم، تزودي بقى شويه توابل، شويه خل. فعملت كل ده. وكمان لو في علبة زبادي الموضوع برضو بيفرق قوي، بيطلع طعمها كده بارد كده وحلو جدا. دي بقى بنعمل فيها ايه؟ دي بندهن بيها سندوتشات بديل للطحينة او للمايونيز اللي هما بيحطوه في الساندوتش. فطبعا دي حاجة صحية وحاجة الولاد مش هياخدوا بالهم منها، وهيبقى طعمها مش باين خالص في الساندوتش، كأنها صوص وانتي حطاها جوه ساندوتش عادي. شفتوا شكلها طلع يعني زي الطحينة زي ما بقول لكم. وعملت الساندوتش بقى، عملته بطريقة لفة الشاورما. تقدري كمان نفس العيش ده تلفي بيه كريب، فهي الفكرة في لفة العيش بس، هي دي اللي بتفرق. حطيته كده في النص او على الطرف شوية وبشكل طولي كده، وحطيت الصوص تحتيه. وكمان كان عندي شرايح، عارفين انتوا شرايح الجبنه بتاعه البرجر دي اللي هي بتبقى مربعه، كانت موجوده عندي برضو، فقطعتها نصين وحطيتها في الساندوتش. لو عندك بقى موتزاريلا ممكن تحطي، انا حطيت دي بدل الموتزاريلا. اي اضافات بقى زياده ممكن تخلي طعم الساندوتش عندك غني كده وحلو ممكن تحطيها. لفتها كده وكأنك بتعملي رول بالظبط، بس تقفلي عليها من الجنبين عشان تطلع معاكي من الجنبين مقفوله كويس، ولما الولاد يجوا ياكلوها ما تفتحش منهم او تبهدل الدنيا وهم بياكلوها.
وخدتها على طول عملت طبعا كل الكميه. الميزه بقى كمان انك تقدري تعملي كميه كبيره. اوقات كتير قوي انا بعمل كده، اجيب كميه كبيره من اللحمه، اجيب كيلو مثلا وابتدي لو احنا بناكل نص كيلو مثلا فاجيب نص كيلو اعمله، والنص التاني بعمله ساندوتشات واحطه في الفريزر. بينفعني قوي قوي بصراحه لما يكون عندي مشاوير او يوم فيه تعبانه مش قادره ادخل المطبخ، او جاي لنا حد، او جاي مثلا اصحاب الولاد، او اي حاجه. بصي عايزين عشاء سريع، بصراحة بتنفع جدا. بطلع بقى من الديب فريزر على طول وعلى النار دايركت، من غير ما تفك ولا اي حاجة. تتحط على النار وتتسوى وتاخد اللون بتاعها وتقدميها بالهنا والشفا. خلصتي كل حاجة حرفيا في 10 دقايق. فبجد جربوا الحكاية دي، بتفرق جدا. جربوا كده، تجيبوا كمية وتعملوا تعملوا جزء للغدا والجزء التاني تعملوه في الفريزر. فالموضوع بيبقى مجهود، بيبقى مرة واحدة بس مش مرتين. واخيرا بقى في شويه منتجات سكين كير انا جبتها لسه شارياها قريب، فحبيت ان انا اشاركها معاكم. زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، الفتره الجايه هنشارك حاجات سكين كير كتير. فانا الفيديو اللي فات اشتريت معاكم حاجات من بيز لاين ووريتكم ايه المنتجات اللي انا جبتها. كان تقريبا هسيب لكم الفيديو في الديسكريبشن بوكس او في الكومنتات تحت، تقدروا ترجعوا له تاني. المره دي بقى انا اشتريت من مكان مختلف ومكان جديد، يعني مش ناس كتير لسه تعرفه، بس اعتقد يعني ان هو بدأ يثبت نفسه مؤخرا. المكان ده اسمه ناتشرال. هم كانوا الاول ناتشرال سكين كير، هم كانوا بادئين الاول في اونلاين، وبعد كده بدأوا يعملوا فروع. هم ليهم فرعين في القاهره واسكندريه، وشغالين كمان اونلاين. انا بصراحه عرفتهم ازاي؟ انا عرفتهم عن طريق البازار. يعني في بازار لدعاء فاروق، اكيد معظمكم عارفينه، بيتعمل. انا رحت في مره وبعدين كنت شفت ريفيوز، كان في ناس اتكلموا عليه وهي نفسها اتكلمت عليه وقالت انها جربت منتجات من عندهم. فهم الميزه كمان ان عندهم تيستر لكل حاجه، فانت لما بتروحي بتقدري تجربي كل حاجه وتشوفي الافكت بتاعها او القوام بتاعها، او تشوفي انت يعني الحاجه اللي انت محتاجاها او مرتاحه لها بتجيبيها، مفيش اي مشكله. فانا جبت من عندهم شويه حاجات من هناك، حبيت ان انا اشاركها معاكم وقلت هجربها. يعني استعملتها مرتين 3 بالكتير، بس برضو ما اقدرش يعني ايه احكم عليها كده من اول استخدام. وهقول لكم رايي فيها بقى بعد ما ايه، يعني بعد لما اقرب اخلصها كده ان شاء الله اعمل لكم ريفيو عن كل منتج من دول. اول حاجه ده الهير سيروم ده. الميزه في المكان ده ان كل مكوناته طبيعيه، فهم بيعملوا المكونات دي بنفسهم. المنتجات دي قصدي هم اللي بيعملوها بنفسهم، بيستعملوا مكونات كلها طبيعية، من بقى فيتامينز، من يعني مثلا ده بيتكون من كافيين وكيراتين وبيوتين وفيتامين اي وفيتامين بي 5. فهي حاجات كلها طبيعية ما فيهاش كيميكالز ضارة تبقى انت مقلقه منها. كمان بيكتبوا الاكسباير ديت، بيكتبوه على كل منتج، يعني مش بس متسابه كده، لا بتقولك كمان اي لو في بريكوشنز او اي حاجه هي بتقولك عليها وانت هناك. فطبعا اي استفسار طريقه استخدام كلها برضو بتعرفيها وانت معاهم او وانت بتشتري. ده نظام بامب كده برضو. الباكج بتاعهم حلو وعجبني قوي بصراحه. هي العبوه بتكون ازاز والباكج بتاعها زي بامب كده. يعني انا مش عارفه بس استعملها علشان انا يعني ايديا التانية تعبانه شويه، فما حبيتش بس ازعجكم معايا، فدعواتكم كده بالشفاء. بصوا القوام بتاعه اهو. مش عارفه بقى هو واضح لكم في الكاميرا ولا لا، بس هو استخدامه مش عايز شعر جاف قوي، لان لو شعر جاف قوي مش هتحسي بتاثير. عايز شعر متوسط. لو شعر جاف قوي هي بتقولك تستخدمي ايه معاه، والحاجات دي المنتج التاني ده موجود عندهم هناك برضو. هو بيدي للشعر لمعة بسيطة بسيطة جدا كده، مش لمعة قوية، لا لمعة بسيطة للشعر، وبيخليه كده سموث كده، انتوا عارفين لما تيجي تسرحيه بقى بعد الشاور. ايه كمان خاص بالشعر،
جبت الهير ميست ده، خطير، ده بجد خطير، ده اللي اقدر اقول رايي فيه من اول استخدام. يعني من اول استخدام حسيت يعني هو قد ايه ريحته تحفه. هو عندهم نوعين او 2 روايح، انا الريحه دي اللي عجبتني بصراحه اكتر، فلو لقيتوها بجد هاتوها وانتم مغمضين. من الحاجات الحلوه قوي دي، برضو كل مكوناته اهي مكتوبه. برضو الحاجات دي مش بس مجرد هير ميست، لا ده بصوا فيه فيتامينز ازاي. لو الكاميرا واضحه كده بصوا هتلاقوا كل المكونات بتاعته. فطبعا برضو مش مجرد هير ميست وخلاص، ريحته تحفه. هو نظام بامب برضو من هنا، فبيخلي قد ايه للشعر ريحه حلوه. فمن الحاجات اللي حبيت استعملها قوي، دخلتها برضو في روتيني مؤخرا. جبت كمان الهيالورونيك اسيد ده من هناك، وهو معاه فيتامين بي 3. من الحاجات المهمة برضو اللي لازم تكون في الروتين بتاعنا. بس هي العبوة مش كبيرة قوي، دي 35 ملي بس زي العبوة الأولانية. نظام بامب برضو، البامب بتاعتها على فكرة استعمالها سهل جدا، ومش سخيفة ولا غلسة ولا حاجة، وقوامه حلو قوي على البشرة برضو، بيمتص بسرعة. يعني تلاقيه تحطيه تلاقيه بيمتص بسرعه من على البشره. الحاجات دي بصراحه بقت مهمه قوي مؤخرا ان احنا ندخلها في روتين البشره، عشان انتوا عارفين بقى ما يحصلش تجاعيد مبكره وبهتان في البشره وبقع. الحاجات دي كلها برضو بتساعد على توحيد اللون. جبت بقى كمان الخطير ده، يعني ده بجد برضو اللي اقدر اقول لكم من اول استخدام حسيت بالتأثير بتاعه. ده مكوناته طبيعية جدا كلها. يعني مثلا ده ريتينول. طبعا انا كان من زمان نفسي برضو ادخل الريتينول في اول مرة اشتريه، فكان نفسي ادخله قوي في روتين بشرتي. ولما لقيته هناك لقيتها عاملاه بشكل مختلف. بصوا نظام البامب بتاعه عامل ازاي. دي بقى هقدر استخدمها بسهولة. بصوا هي بايد واحدة ضغطة كده، بصوا اهو تلاقيه كده اللاكويد بتاعه بيخرج كده من البامب بالضغط. بس مجرد ما تضغطي كده تلاقي فيه اهو قوامه كده لزج، تحسوا ان القوام فيه لزوجه كده. فلما بتحطيه على البشره بيشد البشره، بتحسي انها اتشدت. وبتحسي لها في جلوينج كده بسيط. بتحسي ان شكلها كده هيلثي، لا مختلف بجد. ومن الحاجات برضو اللي عجبتني قوي، ده حوالي 50 ملي، وهو ده كان اغلى حاجة عندها هناك تقريبا، بس بصراحة يستاهل. من الحاجات الحلوة جدا اللي انصحكم برضو تشتروها. على فكرة هي بتعمل عروض من وقت للتاني. ليهم صفحة موجودة على الفيسبوك، عاملين صفحة مؤخرا على الفيسبوك. ومن وقت للتاني هتلاقوها بتنزل عروض عليها دايما على طول، سواء للأونلاين أو في الفروع بتاعتها. اخر حاجه كمان جبتها هو السيرم ده بتاع العين. ده 50 ملي. بصوا الباكج بتاعته، وبصوا حجمه كبير مش صغير بالنسبه لحاجه بتستخدم للعين، فهو بصراحه يعتبر حجمه كبير. ده نظامه كده بنظام، يعني دي هنا زي بليه كده دواره، وانتي بتحطيه كده على الجلد، يعني بينضغط عليه كده. بصوا اهو بيخرج بقى. هو ده السيرم اللي بيتحط على العين او بيتحط تحت العين. فبرضو من الحاجات الحلوة قوي اللي بتشد تحت العين، بتحسوا كده لما بتحطوه ان تحت العين يتشد. بس انا لاحظت له بصراحة، يعني مش عارفة بقى اذا كانوا هم هيسمعوا الفيديو ده ولا لا. انا لما استعملته تحت العين حسيت ان هو في البداية بيشد العين وبيشد الجلد كويس، بس بعد كده لقيته بيكون زي طبقة بيضة كده، طبقة بيضة بحس انها، يعني لو حطيت ايدي عليها كده بحس انها بتقشر، يعني زي ما يكون في قشور بيضة كده بتطلع. فانا مش عارفة ده هل ده يعني هو طبيعته كده ولا العيب فين بالظبط. هو كافيين وهيالورونيك اسيد برضو بيوتين، وهو زي ما قلت لكم بيشد فعلا. لو في عندك مثلا رينكلز او حاجه بتحسي انها اتشدت، ده حقيقي. لكن بعد كده بيديني التأثير ده، فانا مش عارفه بصراحه ده يعني سببه ايه. فبالنسبه لي انا لو هكرر بصراحه من المنتجات دي، اكتر حاجتين هكررهم هو الهير ميست والريتينول. هما بالنسبة لي الاتنين دول بصراحة التوب في المنتجات اللي هي اقدر اديكوا ريفيو عنها سريع. خلاص مش معنى كده ان الباقي وحش، بس الحاجات التانية دي لسه انا هديها وقتها كتجربة.
فدي كده كل المنتجات اللي انا جبتها حبيت افيدكم بيها. بصراحه لما بجيب حاجات مثلا من اماكن بحس انها تراستد وناس يعني دي حاجات كلها مصري، مصنعه خصيصا بضمير وحاجات طبيعيه، فبحب ان انا يعني افيدكم بيها واقول لكم عليها زي ما انا كمان استفدت. فلو ليكم اي استفسار اكتبوا لي تحت في الكومنتات وهرد عليكم. يا رب تكونوا انبسطتوا معايا في الفيديو بتاع النهارده، ودعواتكم ليا كده بالشفاء يا رب. ان شاء الله اشوفكم بقى في فيديو جديد. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للقناه في حفظ الله.